السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلمك في موضوع مهم جدا 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 جدا. الموضوع ده أنا قاصد بيه فئة معينة اللي موجودين في دول الخليج عامة، أو أي شخص مغترب وبعيد عن بيته. تمام. الحوار اللي هتكلم فيه ده حصل ممكن من 9 سنين أو 8 سنين. تمام. حصل مع ناس أصدقاء ليا هنا في السعودية، وأنا بنفسي رحت مع الشخص وحولنا للشخص المقصود. تمام. هشرح لك الحوار على السريع بدون مقدمات. باختصار شديد، هتلاقي على اكونت الفيسبوك اكونتين، صورة البروفايل بتاعتهم صورة بنت واحدة اسمها أمينة بالكاس، فاطمة بالكاس، والتانية أمينة طهرولي. تمام. المفروض إنه من دولة تونس، لكن في الحقيقة لما بتيجي تحول بعد كده بيتضح لك إن الشخص في دولة الإيه؟ المغرب، مغربي. اسمه خالد عبد خالد حسن عبد الولي. خالد حسن عبد الولي. إيه اللي بيحصل؟ تبعت لك اكونت، بتبعت لك من الحساب بتاعها اضافه. اول ما تقبل الاضافه، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اخي انا موجوده هنا في مكه، في مستشفى مش عارف مين، الملك مين، في مكه، شارع مش عارف ايه. هتبحث هتلاقيها موجوده بالفعل. الكلام بيجيبه ويودي، يوم تاني يوم تالت يوم تبدا ان هي تتصل عليك فيديو. انت راجل طبعا يعني ما حيحان، واخد بالك انت في السعوديه مسافر بعيد عن عيالك وبتاع. اول ما بتتصل الفيديو بتروح انت فاتح فيديو، يبدا التسجيل والريكورد يشتغل زي ما هو شغال دلوقتي كده. تبدا تسجل لك دقيقه دقيقتين ثلاثه ايا كان، تاخد فيديو ليك في وضع مخل. طبعا هو اصلا ذكر، لكن الكاميرا بتاعته بيعرض لك عليها فيديو جنسي من الفيديوهات اللي هي اللي موجوده على اي موقع وبتاع، بس بدون ما ايه، يبقى مكتوب اسم الموقع والكلام ده عشان تحس ان الفيديو حقيقي. والحاجات دي كتير قوي على النت يعني. تمام. وانت بتصدق، فبتمشي معاه في الحوار لحد ما يمسك لك لقطة حلوة ويسجلها عنده، وبعد ما يسجلها يروح داخل عليك يقول لك الفيديو بتاعك اهو، حول لي 1500 ايه ريال سعودي على رقم حساب كذا وبيانات كذا كذا كذا. طبعا انت بتتصدم، ما بتبقاش عارف تعمل ايه، هتتفضح، مش عارف ايه، فتقعد بقى انت تقول اللي تقوله. ما بيكبر دماغه منك، اهم حاجة عنده الفلوس، مش فارق معاه حاجة تاني. وعامل اكونتين على الحوار ده مش واحد. المهم، انت بتقول له لا ما معيش وانا ظروفي وبتاع، يقول لك هستناك اخر الشهر، مفيش مشكله. تمام. تستنى اخر الشهر وتحول له. ده حصل اقسم بالله وحياة ولادي، حصل قدامي. وحول للشخص، وبعد ما حول يجي بعد كده يقول لك ايه، حول لي 500 تاني اخر الشهر اللي بعده. ويفضل بقى معاك بقى كده يبتزك. يا اما انت اول ما تقول له لا مش هحول، يروح ايه واخد الفيديو وداخل على الاكونتات اللي عندك اصدقائك، يعني يبعت لاخوك، يبعت له لمراتك، لاختك، لابوك، ايا كان. تمام. ويبتزك يا معلم. فانا قلت واجب النصيحه، لان انا امبارح لقيت الاكونتين دول عندي بعتوا لي صداقه، انا عندي 700 في طلبات الصداقه. فبلقي نظره كده لقيتهم موجودين، وعندي سكرين بالقصه دي. حتى ابقى اعمل بوست على الفيسبوك واحط الايه السكرينتين بتاعتهم. الحمد لله لسه لحد دلوقتي ما بعتوليش ولا كلمه. فاهمني؟ بس انا منتظرهم. هم اصلا بعد ما يشوفوا الفيديو ده مش هيبعتوا لي حاجه. فرجاء حافظ على نفسك وعلى سمعة عيالك وعلى سمعة بيتك، لأن حاجة زي دي هتوديك ورا الشمس طول حياتك. سنة 20 30 50 60 سنة ولادك برضه هيتفضحوا بيها. فنحافظ على نفسنا، خلي ربنا يسترنا كده، لأن الوضع ما بقاش يطمن. تمام. الأكونتين معمولين في مدينة تونس، الأصل بتاعهم في المغرب. الأكونتين أمينة طهرولي وفاطمة بالكاس. تمام. لكن هم اساسهم في المغرب، ودي شغلانتهم، معاك ومعايا ومع ده وده وده وده، ويلموا فلوس على قفا الايه الرجاله. تمام كده. معلش فيديو طويل، بس انا ماليش في المونتاج والهريه دي، وحبيت اوضح لك الحوار كامل. اسفين على الاطاله، وربنا يستر علينا جميعا. السلام عليكم.